من الروح القدس الإله الواحد أمين. كفاية خوف. كلنا بدون استثناء بيجيلنا خوف، صغيرين وكبار وبأشكال مختلفة. ساعات الواحد يتكسف يقول إيه اللي مخوفه، لأنه يحس إنه مفروض أكون أكبر من إن أنا أقول كده، ويتكسف يصارح اللي حواليه. ممكن واحد يكون خايف من المرض مع إنه يعني إيمانه حلو، بس مش قادر ينكر إنه خايف. ممكن واحد يكون خايف من الوجع مع إنه ياما اتوجع. ممكن واحد يكون خايف من الموت. ممكن واحد يكون خايف من الفقر أو الغلا أو الوحدة. قابلت واحد الأسبوع ده بيقول لي أنا خايف من حاجة غريبة، أنا مستعد أموت النهاردة بس أنا خايف من الألزهايمر. أنا مش بحب أبدا فكرة إن حد يخدمني وأنا دماغي وقفت. إحساسي ده صعب ومخوفني جدا. في واحد خايف على أولاده، مش خايف على نفسه. في واحد خايف ومرعوب إنه في فضيحة تطلع، في أسرار تطلع في حياته. في واحد خايف إن البلد تخرب مثلا. أنواع الخوف كتير قوي. وببساطة كده ده امتحان، لأن كل المخاوف هي اختبار إيمان. كل ما إيمانك زاد كل ما انتصرت على الخوف، أيا كان نوع الخوف. الخوف ده حاجة داخلية، ومهما كان الواحد قوي زي ما بقول لكم بتيجي لحظات يتهز. يعني إيليا سمعنا أنه خاف في لحظة، لدرجة قال له خدني وكفاية، لأنه جاله تهديد من إيزابل الملكة أنا هموتك. طب ده أنت يعني جبار وبتنزل مطر براحتك وبتعمل معجزات إذا بنتكلم في قضية الخوف. كفاية خوف. عاوزين نوصل لمرحلة أنه إيه، مفيش حاجة تخوفك. إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت. إن عشنا إن متنا كله حلو للرب نحن. وبعدين مين يقدر عليك؟ لو أنت واثق إن أبوك ربنا مش مفروض تخاف. لو أنت متأكد إن كل حاجة في حياتك ماشية للخير مش مفروض تخاف. لو أنت ركزت في اللي ربنا عمله معاك طول حياتك مش مفروض تخاف. فتعالوا نمشي بشعار كده، كفاية خوف، وننقله للي حوالينا. الأخبار مزعجة مفزعة، أخبار الدنيا كده، لكن هي الدنيا هتفضل الدنيا، وكما كان هكذا يكون. واللي حضروا الحرب العالمية ما كان رعب، واللي حضروا كوارث طبيعية ما كانت أيام صعبة، واللي عدينا عليه في الثورة اللي جت في مصر ما كانت أيام ما حدش عارف آخرها، بس كده. وبعدين الكوفيد أو الكورونا دي ما كنا شايفين الموت قدام عينينا، كله بيعدي. ولو يعني عدينا احنا للسما طب وماله، ما هو السكة مفروشة يعني للسما. ما فيش ما يدعو للخوف، لكن قضيتنا واقعنا بيقول احنا مغلوبين. احنا لسه ما بنجيبش نمرة حلوة في امتحان الخوف ده. هعيش معاكم قصة في خوف التلاميذ. تلاميذ المسيح بشر زينا، رغم ان هم عاشروا المسيح وشافوا سلطانه، تمتعوا بمعجزات، تأكدوا أن ربنا يسوع بيقدر يعمل كل حاجة، لكن ده ما منعش في لحظات أنه في خوف وانزعاج واضطراب. لما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع. كلكم فاكرين الموقف، وعظة طويلة على الجبل والناس جاية من بعيد والدنيا ابتدت تغيم. في خوف دخل، بس خوف حلو على فكرة، خوف مش وحش. ليه؟ في نوع من خوف المسؤولية. يعني التلاميذ مش خايفين على نفسهم في اللحظة دي، خايفين الناس تخور في الطريق. فعادة احنا نوع الخوف ده بنتقبله نفسيا، دي حاجة كويس، انا خايف على عيالي انا مش خايف على نفسي. ستيل اسمه خوف، هو ما يصحش، لان عيالك عياله برضه. فانت كونك خايف على اللي بعدك او خايف على اللي وراك، ما هو برضه ده قلة ايمان. هو يعني انت خايف على الناس والمسيح مش خايف عليهم؟ فراحوا قالوا له الناس هتقع من طولها، الناس هتروح مش هتوصل. فلقاهم خايفين، بمنتهى الهدوء تعامل مع الموقف بس عكس رغبته. هم عاوزينه يمشي الناس، قال لهم لا، قعدوا الناس هنأكلهم. كلام بقى يخوف اكتر، نأكلهم منين؟
ولو تأخرنا عشاء من ياكلوا المشكلة هتتضاعف، الليل هيدخل الناس مش هتوصل. زي مشاكل الشغل أحيانا، ساعات الشغل يبقى مشكلة في حد ذاته، التلاميذ حاسين بمسؤولية كأن ده شغلهم، خلاص هم سابوا أشغالهم بقت الخدمة شغلهم، ففي إحساس مسؤولية تجاه الشغل. هي كلكم عارفين إن الشغل مشاكله ما بتخلص، لكن مش مفروض تخاف لا في شغل ولا في خدمة. ليه؟ اللي عدى امبارح هيعدي بكرة. وفي نفس الوقت ما خدناش من الخوف والقلق على الشغل إلا خوتة الدماغ والقلق والاضطراب وقلة النوم والنكد والكلام بطال، وبعد كده بتعدي. ما سابناش جعانين في الآخر يعني. الخوف من الاحتياجات الطبيعية، هنا كانوا خايفين عليهم من الأكل والشرب. عيب بصراحة، ما يصحش. ليه؟ بقى المسيح جاي يشفي الأمراض ويقيم الموتى وبعدين يدخلنا السماء في الآخر مش هنلاقي ناكل يعني. وكام وعظة قالها عن بصوا على العصافير، ما بتحوش ما بتزرعش، أبوكم بيأكل. بصوا على الورد الجميل ده اللي هيدوسوا عليه بكرة، أبوكم بيلونه كده عشان يبقى منظره حلو. أبوكم انتوا مش هيركز معاكم، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. ما يصحش تعول الهم، ما يصحش تخاف. إنما حتى التلاميذ خافوا. كان في اختبار من نوع آخر، لما عملوا المعجزة التلاميذ هيصوا، ودي بتحصل معانا، إن اللي مخوفك يعدي على خير، مسافة ما يعدي على خير تبتدي الجولة التانية للخوف. يعني مرة واحد بيقول لي أنا عايش طول عمري من خوف لخوف، من خوف لخوف، ده يعدي يتفتح باب للي بعده. فقال لي أنا متغاظ من روحي، بعد كل العمر ده لسه في خوف. قلت له هو ده حال أغلبنا، الحياة جولة تخلص تتفتح جولة جديدة بأخبار جديدة، مش مفروض نخاف بقى، لكن نرجع نخاف تاني. بعد ما أكلوا الناس وهيصوا وشالوا الأفف ونازلين من على الجبل وزيطين وفرحانين قوي لأن الناس قعدت تشكر فيهم، والأفف دي كلها نتاج معجزة، فوجئوا المسيح بيقول لهم إيه؟ اسبقوني. لا خليك معانا، ده احنا عندنا كلام كتير نحكيه بقى، دي الليلة جميلة في المركب ونقعد نتسامر بقى ونحكي لك عم فلان عمل ايه وست ام فلان قالت ايه. قال لهم لا لا اسبقوني. أصر المسيح يركبوا المركب ويسبقوه، ألزمهم أن يدخلوا السفينة ويسبقوه. ساعات يكون في نوع من الخوف من الوحدة. هو ليه ما ركبش معايا المركب؟ ليه الناس بتتفض من حوالي؟ ليه ببقى لوحدي في وقت؟ في ناس بتكره وبتخاف من إحساس أن أنا أبقى لوحدي، بيزعجها الإحساس ده. في خوف من يكونش اتضايق. ممكن بعض التلاميذ يقولوا هو ما ركبش معانا ليه؟ هو احنا عملنا حاجة غلط؟ احنا وزعنا الأكل. أيوة في الأول كنا ملقلقين ومتشككين ومش عاجبنا اللي بيقولوا، بعدين لما لقينا العيش كتير وزعنا بذمة يعني والناس فاض عنها. ساعات يجي لنا خوف من لا يكون حد زعلان، وغالبا بيطلع وهم غالبا، بس ده بينكد علينا، بيسرق سلامنا، بيضيع أيام مننا. لأنه مين قال عيالك زعلانين منك راضيين عليك وبيحبوك؟ ما تقعدش تعيش في الوهم ده. مين قال ان الخادم ده قافل عليك؟ هو مهموم لأنه عنده 100 هم تاني غيرك يعني. انت هم بس على قدك يعني، مش انت الهم الأكبر. ساعات إحساس الذنب يكون هو اللي مخوفنا.